السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس بتدخل حياتنا بيبقوا قدم الخير، وناس تانية بيدخلوا حياتنا بيبقوا قدم الشر والفقر كمان. أسماء كانت قدم الشر على أحمد الشهاوي، دخلت حياته حولتها الجحيم، وكل ما يطلع من حاجة يدخل في حاجة أصعب منها بكتير. جريمة عجيبة وغريبة، بس اللي حصل بعد الجريمة كان أصعب مما نتخيل. كتير مننا ازاي اتعرفت على أحمد الشهاوي وايه اللي وصل الموضوع ان يحصل فيه كده. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنساش تدعمنا بالاشتراك وتفعل الجرس، لاننا بنقدم لكم اشهر القضايا والملفات. وما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة 2025 وتحديدا في آخر أيام شهر ديسمبر، يعني في آخر السنة، ده تاريخ الجريمة اللي حصلت في منطقة مسترد في شبرا الخيمة. واحدة ست دخلت محل بيع الأدوات المنزلية، حصلت خناقة بينها وبين راجل، وبعد كده تعدت عليه بسكينة. الموضوع انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي. المهم إن الست دي قتلت الراجل ده اللي هو أحمد الشهاوي. بس بعد كده حصلت حاجة غريبة جدا، والحقيقة إن قصة أحمد الشهاوي عبارة عن درس لينا في الحياة، وضروري نفهم تفاصيلها كويس جدا، علشان اللي حصل ده مستحيل يكون طبيعي ومنطقي. وعلشان كده محتاجين نرجع كام سنة لورا علشان نعرف الأول مين هو أحمد الشهاوي. أحمد الشهاوي من عيلة كبيرة ومعروفة جدا هناك، وعنده واحد من أكبر محلات بيع الأدوات المنزلية. ما كانش عندهم فرع واحد، كان عندهم أكتر من فرع، بس كانوا كلهم في نفس المنطقة. بقالهم فترة طويلة جدا في التجارة دي، واللي كان بيدير المشاريع دي بشكل عام هو أحمد ومعاه اخواته، وكل اللي شغالين معاهم في المحل كانوا بيتعاملوا معاهم على إنهم أفراد من العيلة. أحمد متجوز من 17 سنة وعنده 3 أبناء. حياته كانت مستقرة وطبيعية جدا، وعلاقته بإخواته كويسة قوي. معروف عنه إنه مرتاح ماديا، وده بحكم تجارته اللي بقالها سنين. وبسبب راحته المادية دي كان في ناس كتير مركزة معاه، وتحديدا الناس اللي عندها طمع في أحمد الشهاوي. وفي الوقت اللي بنتكلم فيه ده كانت سنة 2021، وتحديدا في بداية السنة. أحمد الشهاوي متعود كل يوم بينزل المحل، وهو اللي بيتابع عمليات البيع والشراء بنفسه. وفي الحقيقة في الوقت ده كان في واحدة ست كل شوية كانت بتدخل على أحمد المحل كأنها بتدور على حاجة، بس كان باين قوي إن هي بتتلكك علشان تتعرف على أحمد. واضح إن الست دي كانت بتراقبه من بعيد، كانت مركزة معاه كويس جدا. الست دي كان باين من شكلها إن عندها اهتمام بمظهرها زيادة عن اللزوم، أو كانت بتتعمد تظهر بالشكل ده قدام أحمد. كانت كل يوم بتدخل المحل كأنها عايزة تشتري حاجة، بس الحقيقة ما كانتش بتعمل أي حاجة مفيدة. كانت كل مرة بتراقب تصرفات وتحركات أحمد، بس لحد ما في يوم دخلت عليه تسأله على سعر بضاعة معينة في المحل، مع إن في الوقت ده كان في عدد من العمال واقفين في المحل، وكان ممكن جدا تسألهم هم، بس هي اختارت تسأل أحمد. وهنا أحمد يفهم إن هي بتتلكك علشان تكلمه، فيقف يتكلم معاها، تعرفوا على نفسها إن هي من عيلة مرتاحة جدا ومعجبة بيه، وإن هي متطلقة وعندها أطفال من جوزها الأخير، وكل اللي نفسها فيه راجل ياخد باله منها ومن ولادها. ست طيبة وغلبانة، والدنيا جات عليها زيادة عن اللزوم، ومن كتر الظلم اللي عاشت فيه كان نفسها تلاقي راجل يقف في ظهرها. أحمد يحس في الوقفة دي إنها معجبة بيه، وهو كمان اتشد للست دي وهو مش عارف ليه. المهم في اليوم ده خدوا أرقام تليفونات بعض، وتبدأ بينهم المكالمات، وهي طبعا كل يوم كان بتكلمه وتطمن عليه. أحمد وأسماء يوم في التاني في التالت قربوا لبعض أكتر وأكتر. بساعتها أحمد يعرض عليها الجواز، وطبعا أسماء من البداية كان هو ده غرضها. المهم أحمد يقرر إنه هيتجوز أسماء ويبلغ عيلته، ولما يبلغ مراته تتصدم من القرار ده. يعني واحدة متجوزاه بقالها 17 سنة وعايشة معاه على الحلوة والمرة، وفي الآخر يختار يتجوز واحدة بمجرد إنه هو اتعرف عليها في المحل. بس لأن مراته كانت عاقلة جدا جدا، فكرت وقررت إن هي تهدى خالص وما تاخدش أي قرار علشان ما تهدش بيتها، وفي نفس الوقت ما بلغتش الولاد إن أبوهم هيتجوز. أحمد وأسماء اتجوزوا فعلا، ويبدأ قدم أسماء يظهر في حياة أحمد. بس الحقيقة أحمد في الأول اتصدم لما عرف عن أسماء شوية معلومات، ما كانش أصلا متخيل إن المعلومات دي هي الحقيقة. أسماء كانت قايلة له إنهم من عيلة كبيرة جدا في المنوفية، وإن هي عايشة لوحدها في المنطقة دي لحد ما تستقر في حياتها،
وتستقر في الشغل. بس لما يسافر معاها ويبدأ يسأل عن العيلة يكتشف إن العيلة دي مشهورة بإنها بتاعت دجل وأسحار، وفي نفس الوقت يكتشف إن أسماء سمعتها ما كانتش حلوة قوي، واحدة بتاعت مشاكل وخناقات. في نفس الوقت ما كانتش ست غلبانة زي ما كانت مبيناله. ولما أحمد واجهها بالمعلومات اللي عرفها قالت له إن هي خافت تقوله على الحقيقة علشان ما يتخلاش عنها. ده غير إن الإنسان مننا ما بيختارش أهله، وعرفت تسيطر على دماغه وتخليه يقتنع إن اللي بتقوله ده هو الحقيقة. ومش بس كده، ده يوعدها إن هو هيصرف عليها وعلى أهلها وإخواتها كمان. أحمد كان متكفل بالعيلة بشكل كامل، وفي نفس الوقت اللي أحمد بيتصرف كده مع عيلة أسماء كانت هي بتتصرف معاه بطريقة غريبة جدا. أول ما تعرف إن هو رايح يزور مراته وولاده كانت بتعمل معاه مشكلة كبيرة وتتخانق معاه، لأن هي شايفة إن هو مش من حق أي واحدة تانية، ومش من حق مراته ولا ولاده إن هم يستمتعوا بالراجل، وكانت عايزة أحمد ليها هي بس طول الوقت. أحمد رفض الكلام اللي هي بتقوله ده خالص، وقال لها إن دي حياته الشخصية وما ينفعش يهدي بيته ولا ينفع يأذي مشاعر ولاده. وفعلا أسماء تسكت. ويعدي كام يوم، أحمد راح لزيارة بيته وولاده، قعد مع ولاده شوية، وهو قاعد بيتغدى لقى الباب بيخبط، ولقى حد من اسم الشرطة جاي بيقوله إن مراته اللي اسمها أسماء عاملة فيه بلاغ، بتقول فيه إن هو اعتدى عليها وضربها، وكمان كان معاها تقرير طبي بيثبت الحالة. واضح إن أسماء كانت متعودة على الحاجات دي وعارفة هي بتتصرف فيها إزاي. بس بعد ما اتحرك أحمد مع رجال الأمن قدر يثبت إن ده مجرد بلاغ كيدي، وإن هو مجرد خلاف ما بين راجل ومراته، وإن هما هيحلوا المشاكل دي بينهم وبين بعض. وبعد ما الموضوع ده يخلص، أول حاجة أحمد عملها إن هو طلق أسماء. كان متخيل إن الموضوع كده خلص بمنتهى البساطة، بس اكتشف إن اللي جاي أصعب بكتير، وإن أسماء مش هتسيبه يخرج من حياتها بالبساطة دي. وطبعا اللي تعمل محضر في جوزها بالشكل ده سهل قوي يطلع منها أي حاجة. ساعتها أسماء تقول لأحمد إن هي موافقة على الطلاق، بس بشرط إن هو يديها 400,000 جنيه، وهي هتتنازل عن كل حقوقها وهتتنزل كمان عن القايمة. والحقيقة إن ساعتها أحمد رفض الحكاية دي، ما كانش متخيل حجم المشاكل اللي ممكن تعملها له أسماء. بس بعد ما رفض قعد مع أخوه، وأخوه أقنعه إن هو لازم يديها الفلوس دي علشان تغور في داهية بعيد عنهم، هما مش عايزينها في حياتهم تاني أصلا. أخوه قابل أسماء وقابل أبوها وادالهم 250,000 جنيه، والموضوع المفروض على كده خلص خلاص واتقفل تماما. المهم تعدي فترة قليلة ترجع أسماء تاني تكلم أحمد وتقنعه بكل بساطة إن اللي عملته ده بسبب الغيرة، وإن هي بتحبه جدا ومش قادرة تتخيل حياتها من غيره. وعرفت تقنعه إن من كتر حبها فيه عملت التصرفات دي. أحمد يرجع تاني لأسماء ويقعدوا مع بعض فترة كويسة في هدوء. احنا متخيلين طبعا حياة أحمد قبل دخول أسماء كانت عاملة ازاي، وبعد دخول أسماء وصلت لفين. المهم بعد فترة الهدوء اللي أسماء عاشتها دي بدأ يظهر عليها حاجات غريبة. المرة دي ما كانتش بتمنع أحمد إن هو يزور مراته وولاده، لا، الموضوع وصل لمرحلة التهديد. قالت له إن هو لو راح لمراته أو ولاده هتبعت له حد من معارفهم اللي هم ليهم في السحر والدجل والشعوذة، وهيعملوا لهم سحر وهيأذوهم في حياتهم. ده غير إن هي تعرف شوية بلطجية ممكن بسهولة قوي يأذوا أي حد. أحمد لما سمع منها التهديد ده طبيعي جدا يخاف على مراته وولاده وعلى اخواته كمان. فضل الحال بالشكل ده لحد ما مر وقت كان مش طويل قوي. أحمد رجع من الشغل على بيته في يوم يكتشف إن مفيش عفش في الشقة، وساعتها يعرف إن أسماء سرقت كل العفش وعملت كده علشان عرفت إن هو راح زار مراته وولاده. أحمد طلع على اسم الشرطة وعمل لأسماء محضر باللي حصل، واتهم أسماء صراحة إن هي سرقت عفش البيت. وبعد ما عمل لأسماء المحضر، أسماء جت لغاية عنده بكل هدوء وبكل براءة وقعدت تعتذر له، وقالت له إن هي عملت كده علشان خايفة إن مراته وولاده ياخدوه منها، وإن أهلها هم اللي سخنوها علشان تعمل كده، وإن ده الحل الوحيد علشان يرجع بيته. الغريبة بقى إن أحمد عدى الموضوع ده عادي وكأن مفيش أي حاجة حصلت، وطلعوا على البيت بتاعهم وقعدوا في هدوء تام. يا دوبك مر كام يوم ويكتشف أحمد وهو قاعد في البيت بيتكلم معاها عادي، مجرد خناقة طبيعية. لقاها مرة واحدة فتحت الشباك وقعدت تصرخ وتصوت بصوت عالي
وتقول للناس إن أحمد بيتهجم عليها وعاوز يقتلها وعاوز يخلص منها. وهنا أحمد بدأ يلاحظ إن حياته بقت فضيحة قدام كل الناس، وإن أسماء متعمدة تشوه صورته في الشارع اللي هو ساكن فيه، وقرر إن هو يطلق أسماء للمرة التانية. وأخيرا أحمد يخلص من أسماء تماما، وفي نفس الوقت يرجع لبيته ومراته وولاده ويقعد في حياة مستقرة وعادية. وفي الوقت ده كان دايما بيسأل نفسه هو عمل كده ليه في نفسه، بس اكتشف بعد شوية إن أسماء بتروح اسم الشرطة علشان تعمل فيه وفي إخواته محاضر بتتهمهم فيه بحاجات غريبة جدا، إن هم بيتعدوا عليها وعايزين يقتلوها وغيره وغيره. أسماء عرفت أحمد بطريقة غير مباشرة إن طول ما هو مش عايش معاها مش هيعيش في راحة أبدا، هتفضل وراه وهتأذيه هو وإخواته وولاده. والغريبة إن بعد كل ده أحمد يرجع لأسماء للمرة الثالثة. إزاي عرفت تقنعه إن هو يثق فيها تاني؟ والحقيقة مش مفهومة ليه أحمد يقبل على نفسه يعيش العيشة دي، وليه يرجع لوحدة لمجرد إن هي بترفع عليه محاضر وبترضيه في كل مرة بأي كلام والسلام. واكتشف ساعتها إن هو دخل عالم غريب والخروج منه مش هيكون سهل خالص. ونوصل المرحلة الأخيرة من حياة أحمد الشهاوي مع أسماء. جاله تليفون إن والدته تعبانة جدا ودخلت المستشفى. من الطبيعي إن أحمد يكون واقف جنب مامته في الوقت ده ويسيب كل اللي في إيده وكل اللي بيشغله ويروح على طول على مامته، بس يكتشف إن أسماء وقتها قالت له إن ملهاش دعوة بأي حاجة. ويكتشف برضو وقتها إن مراته الأولى الست الأصيلة هي اللي اتحركت فورا وراحت على والدته في المستشفى علشان تفضل قاعدة جنبها. وأسماء بدل ما تفكر إن هي تقف جنب مامته وجنب جوزها في الوقت ده أو حتى تساعد حماتها، طلع منها كلام غريب جدا. قالت له إنه في الوقت ده بيصرف على بيتين، بيته الأولاني والبيت اللي هي عايشة فيه، فمش من الطبيعي أبدا إن هو يروح المستشفى ويدفع فلوس لأمه. أحمد ما كانش مصدق إن أسماء واقفة بتتكلم معاه بالبجاحة دي، وساعتها تحصل بينهم خناقة كبيرة وأحمد يسيب لها البيت. بس يكتشف لما ينزل تاني يوم الصبح إن عربيته متكسرة، وكان الهدف إن أسماء كسرت له عربيته علشان ما يروحش الأم المستشفى. شفتوا جبروت وقلة أصل أكتر من كده؟ أحمد وقتها فاق لنفسه وقرر إنه هو لازم يطلق أسماء ويخلص منها تماما. في الحالة دي هتكون الطلقة رقم 3، يعني خلاص مفيش أي رجعة لأسماء. وهنا أسماء اتأكدت إن كل الأبواب اتقفلت وإن حنفية الفلوس اللي كانت مفتوحة هي كمان اتقفلت، وبدأت حياة أحمد تهدى من تاني وتستقر وترجع لشكلها الطبيعي قبل ما يتجوز أسماء. في الوقت اللي حصلت فيه الطلقة الثالثة كانت في نهاية سنة 2025، وهو ده تاريخ الجريمة. الوضع فضل هادي ومستقر لمدة 10 أيام بس لحد ما نوصل ليوم الجريمة. أحمد كان كل يوم الصبح ينزل من بيته بعد ما يفطر مع مراته وولاده يروح المستشفى علشان يطمن على مامته، وبعدها يرجع المحل. ولما وصل المحل كان معاه مراته وابنه قعدوا على كرسي في مدخل المحل. بس بعد شوية اتفاجئوا إن أسماء داخلة عليهم وعمالة تشتم بصوت عالي. وأول ما شافت أحمد وقف قدامها قعدت تشتم فيه وتهينه كأنها متعمدة تستفزه علشان يطلع منه أي تصرف. طبعا العمال اتلمت على الصوت ده، والناس كمان اللي ماشيين في الشارع كانوا مستغربين جدا ايه اللي بيحصل في محل أحمد الشهاوي. أحمد حاول يهدي أسماء ويقنعها إن هي تمشي من المحل، لكن كان عندها إصرار إن هي تعمل مشكلة في اليوم ده. أحمد تجاهلها ودخل لمدير حسابات المحل. هو راجل كبير في السن وممكن يأثر على أسماء ويهديها ويخليها تمشي، لكن لما دخل عليه لقاه بيصلي. في الوقت ده أسماء تقوم تجيب سكينة وتخبيها جنبها، ولما أحمد يرجع تاني تتعمد برضه تتخانق معاه وتتعمد إن هي تهينه قدام كل الناس. كان باين قوي إن هي عايزة أحمد يعمل أي تصرف. حاولت في القعدة دي إن هي تحتك بمرات أحمد، لكن الست كانت عاقلة جدا ففضلت قاعدة بره وما رجتش تدخل معاها في أي حوار. أحمد لما لقاها عمالة تشتم فيه وتحاول تعمل معاه مشكلة بأي شكل قدام العمال في المحل بدأ يقرب منها ويحاول يسيطر عليها علشان يقنعها تخرج بره. ولما يقرب منها يكتشف إن أسماء ماسكة سكينة في إيدها. ساعتها يحاول يسيطر عليها بس تزقه، حاول يدافع عن نفسه، طعنته بالسكينة في صدره. طبعا العمال والناس اللي في الشارع اتلموا بسرعة. في اللحظة دي أسماء تخرج بكل هدوء وتقول لهم
إن هي قتلته علشان محدش يستفيد منه. طبعا ما كانش في حد فاهم هو ايه اللي بيحصل بالظبط. في الوقت ده كلهم اتلموا على أحمد. أحمد كان خارج من محله وماسك صدره بإيده والدم كان نازل، ولما حاولوا يمسكوا أسماء وقتها عرفت إن هي تختفي وسط الناس اللي كانت ملمومة. بعد شوية أحمد وقع على الأرض ونقلوه على المستشفى. بمجرد ما وصل أحمد مات، والكل ما كانش مصدق اللي حصل لأحمد. أحمد كان لسه واقف قدامهم عادي وفي لحظة كده يموت، بس الصدمة الكبيرة لسه جاية. أسماء بعد ما ضربت أحمد طلعت على طول على اسم الشرطة. كانت كل الناس لسه ملهية في أحمد وكانوا ملمومين حواليه وبيشوفوا ماله وبينقلوه المستشفى. في الوقت ده هي راحت القسم واتهمت أخوه إنه هو حاول يعتدي عليها ويضربها وكان عاوز يقتلها. ولما أحمد دخل علشان يحميها الضربة جت فيه هو. لما الناس كلها كانت في المستشفى مع أحمد وكان أخواته معاه، رجال الشرطة راحوا علشان يقبضوا على أخو أحمد. وطبعا أخوات أحمد حكوا رواية مخالفة تماما للي قالتها أسماء. جابوا الكاميرات بتاعة المحل. الكاميرات هي اللي وضحت كل حاجة، ووضحت إن أسماء هي اللي قتلت أحمد، ووضحت كمان إن أخوات أحمد ما كانوش في الوقت دوت موجودين أساسا في المحل. إيه كمية الجبروت ده؟ يعني بعد ما تقتل أحمد تروح تعمل كمان محضر في أخوه وتتهمه إن هو اللي كان عايز يقتلها، وعورت راسها وقالت إن أخو أحمد هو اللي عمل لها كده. لولا الكاميرات بتاعة المحل هي اللي برأت اخوات أحمد وهي اللي كشفت الحقيقة. ربنا يرحم أحمد وإن شاء الله حقه هيرجع. القصة دي فيها شوية دروس مهمة للناس. القصة دي مش مجرد جريمة قتل، دي قصة بتحكي ازاي قرار واحد ممكن يغير حياة إنسان بالكامل. وفي بعض العلاقات أول إنذار بيكون هو أهم إنذار، لأنك لما تتجاهله أحيانا بيكون تمنه عمرك كله. الغريبة إن أحمد الشهاوي كان شايف قدم الشر من أول يوم. ليه قبل إن هو يكمل حياته مع واحدة بتعمل محاضر وبتتهم الناس بالزور؟ ليه قبل إن هو يكمل حياته مع واحدة بتهدده وبتهدد إخواته وما راحش بلغ الشرطة وعيشته في جحيم وعذاب؟ في العموم ربنا يرحم أحمد ويصبر أهله، والقصة كلها دلوقتي أمام القضاء. الدروس اللي بنتعلمها من القصة دي مش علشان نحكم على الناس، لكن علشان نحمي نفسنا. الحياة بتقابلنا بناس كتير، في منهم بيضيفوا لحياتنا وبيكونوا سند لينا، وفي منهم بيكونوا سبب في معاناة كبيرة لينا. علشان كده اختياراتنا في الناس اللي نسمح لهم يدخلوا حياتنا من أهم القرارات اللي ممكن ناخدها. قصتنا النهاردة حقيقية ومبنية على الروايات المتداولة والتحقيقات المنشورة بدون تبني أو تأكيد لأي اتهام. وفي النهاية ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.